عارف ايه اللي مبوظ شكل فورمتك؟ حتى لو دراعك قد دراع البيج رامي، المشكله مش في البنش ولا الظهر، المشكله ان رقبتك اختفت من الوجود. عمال تفحت نفسك تمارين وشايل اوزان مرعبه، وجيت عند الرقبه وقررت تعمل مش شايفها، مع ان العضله الصغيره دي هي الكارت الكسبان اللي قادر يقلب شكلك وهيئتك 180 درجه. اكيد شفت المقارنات دي قبل كده، نفس الوش ونفس الفورمه، بس فرق كام سنتيمتر في عرض الرقبه بيحولك من شخص عادي لواحد الكل بيوسع له الطريق اول ما يدخل اي مكان. فقبل ما ندخل في التقيل، ما تنسوش تخبطوا لايك وتعملوا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد وتشجعونا نكمل. اهلا بيك يا دبابه فورمه دهب، القناه اللي فاهمه جسمك 24 قيراط. نيجي للمهم بقى، رغم كل التغيير ده اكد لك ان 90% من اللي بيتمرنوا عمرهم ما فكروا يلعبوا لها تمرين واحد. رمينا في نفس الارشيف مع السمانه، وقول لي في الكومنتات بصراحه، بتتمرن رقبه ولا مطنشه زي السمانه؟ الرقبه مش بتتحرك كتير في حياتك اليوميه، ولو ما اديتهاش اهتمام مباشر هتفضل رفيعه، كتافك هتبقى مكسوره، وهتفقد الهيبه والقوه اللي بتدور عليهم. خليني اقول لك الخلاصه، الرقبه العريضه دي بتديك ليفل تاني خالص من الهيبه، بتبان كانك شخص غير قابل للكسر، اتقل في الحركه ولورد في مكانك. والقصه مش بس عشان تعمل بيها شو في الشارع، لو بتصحى من النوم حاسس ان رقبتك متخشبه وجسمك كله مشدود وجايب اخرك، فده صريح من عضلات رقبتك الضعيفه وهي بتشتكي. رقبتك دي هي العمود اللي شايل راسك، قويها وهتلاقي ظهرك اتعدل، الوجع اختفى، وحتى الصداع الرخم هيقل بكتير. ولو بتلعب اي رياضه قتاليه او كوره، فالرقبه القويه دي بالنسبه لك زي الايرباج، بتثبت جمجمتك وبتشتغل كمصد لاي خبطه مفاجاه. طب والاخبار الحلوه، الرقبه بتتجاوب وبتكبر بسرعه الصاروخ لانها عضله عطشانه تمرين، واول ما بتبدا تديها حقها بتفاجئك بنتائج مرعبه في كام شهر بس. وما تقلقش، مش هنحتاج اجهزه معقده ولا ادوات تعذيب، خليك تبني رقبه جباره وانت قاعد في البيت. وحاجه مهمه قبل ما نبدا، اياكوا تمرين النيك بريدج. ممكن يا الرقبه، بس انت كده بتلعب بفقرات ظهرك، مخاطره ملهاش اي لازمه، وعشان كده هنلعبها صح بامان تام وفعاليه 100%. قبل ما تبدا تعمل تمارين النيك كيرلز، لازم تفهم الاول الرقبه دي شغاله ازاي. هي مش مجرد حته لحمه طالعه عشان راسك ما تقعش، ليها 3 وظائف رئيسيه لازم تتمرن عشان تبقى قويه بجد. اولا الفورورد فليكشن، دي حركه ايماءه الراس لما تهز راسك بنعم، واللي بتشغل العضلات العريضه اللي شبه الحبال والنازله من ورا ودانك لحد عظمه الترقوه. تمرن دول وبوم، سمك وتقل فوري في الرقبه هيخلي فريم جسمك كله يبان اضخم. الوظيفه الثانيه لرقبتك هي الباكورد فليكشن، دي حركه لما تبص للسقف. هنا عضلات الاكستنسورز مع الترابس هم الابطال، ومعاهم عضلات تثبيت صغيره بتدعمهم، دول بيحافظوا على الاستقامه. الوظائف الاخيره لرقبتك هي اللاترال فليكشن والروتيشن، لما تميل راسك للجنب او تلفها يمين وشمال عشان تقول لا. الحركه دي مهمه برضو، بس لو عايز رقبه مش بس ضخمه، لا متناسقه وشغاله صح، ما ينفعش تطنش اي حركه من دول. عشان كده هنضربها ب3 انواع تمارين، الكيرل، باكورد فليكشن، والروتيشن. بس قبل ما نلمس التمرين، اياك تطنش التسخين والا رقبتك هتندمك. الرقبه مليانه عضلات صغيره وحساسه، لو دخلت على اوزان وتقنيات تقيله وانت بارد، انت بجد بتدور على المشاكل. رقبه متخشبه تمزق في العضلات، ويمكن تجيلك دوخه في نص المجموعات. ومفيش حاجه بتبوظ التمرين اسرع من ان مخك يحس انه جاب شاشه بيضاء. فابدا بدقيقه لدقيقتين تسخين ديناميكي، هزات خفيفه، دوران وماله للجنب، حرك الدم وصح العضلات، سريع بسيط وبيخلي تمرينة الرقبه تعدي بسلاسه. بعد ما سخنا هنبدأ بأبسط وأقوى حركة لتمرين الرقبة، النيك كيرل. شكلها بسيط بس ما تستهونش بيها، دي حركة جبارة. نام على ظهرك على بنش مسطح، كتافك على الطرف وراسك طالعة في الهواء. من الوضع ده اسحب دقنك على صدرك وبعدين نزلها تاني ببطء وتحكم. بس كده، حركة نظيفة سلسة وبمدى حركة كامل. ابدأ من غير وزن الأول، اتقن الحركة تمام. أول ما تقدر تجيب عدات نظيفة من غير ما تتهز، ساعتها حط وزن على قرطك، بس حط فوطة تحتها عشان ما تضغطش على راسك. أو الأفضل استخدم دمبل بفات جريب، هيكون أريح بكتير. العب 3 مجموعات من 10 ل 20 عدة. أول ما تحس إنها بقت سهلة، طبق البروجريسيف أوفرلود زي أي تمرين تاني، زود وزن خفيف مع الوقت مع الحفاظ على الأداء. بعد كده هنركز على الرقبة من ورا بالاكستنشنز. لو الكيرلز تديك سمك من قدام، فدي بتبني الظهر والدعم الخلفي عشان راسك ما تبقاش بتتهز زي العروسة اللعبة. بتعملها ازاي؟ نام على بطنك على البنش وراسك بره، حط طارة ورا راسك وانزل ببطء عشان تحس
بمد كامل للعضلة، وبعدين نرفعها تاني لحد ما راسك ترجع للوضع الطبيعي. واثبت مفيش داعي تعمل هايبر اكستنشن وتعمل نفسك بتبص للسقف. لو عايز تطور التمرينة ممكن تجيب حزام الرقبة، أحسن بكتير من إنك توازن الطارة، وبيخلي المقاومة ثابتة وبيخليك تتقل في الوزن بأمان. نفس الكلام 3 مجموعات من 10 ل 20 عدة. ابدأ بدون وزن، اتقن الشكل وبعدين زود تدريجيا. للتمرين الأخير ابدأ ببساطة بالنيك روتيشن. قبل ما تحط أوزان نام على مفرش جيم، بنش أو حتى سريرك ولف راسك يمين وشمال ببطء. جه الوقت لللاترال فليكشن، وهنا العضلات بتكبر بجد لانك تقدر تحمل عليها. نام على جنبك على البنش او على السرير او طرف الكنبه وراسك طالعه بره عشان تتحرك بحريه. ابدأ في وضع محايد وبص لقدام، وبعدين نزل ودنك ببطء ناحية كتفك من غير ما تلف أو تنطر. مجرد تاني جانبي نضيف اتدرب على الحركة وانت راجع، دي عدة. ولو شجاع كفاية ممكن تعمل التمرين ده بالحزام برضو. اعمل 3 مجموعات من 10 ل 20 عدة لكل جنب. خليك متحكم وخلي أدائك نضيف. يلا نلم الموضوع. ده كان ملخص تمرينة الرقبة. حط في بالك ان الرقبة بتستحمل حجم تمارين عالي، بس لأغلب الناس لعب التمرينة دي من مرة لمرتين في الأسبوع كافي جدا عشان تشوف نتائج مرعبة. لو عايز تسرع النتيجة ورقبتك حاسس انها مرتاحة ومش مجهدة ممكن ترفعها ل3 أو 4 مجموعات في الأسبوع. بس اسمع لجسمك، ما تكونش الشخص اللي ما بيعرفش يلف رقبته لمدة أسبوع. بس افتكر دايما طبق الزيادة التدريجية أو البروجريسيف اوفرلود. لو عايز تكبر العضلة لأقصى حد زود عدات، زود وزن أو بطئ التيمبو. الهدف بسيط، مرر رقبتك أكتر كل أسبوع. اعمل كده بانتظام، وزي ما بيحصل مع البنش الظهر والرجلين هتجمع حجم قوة وثبات لحد ما تبقى رقبتك يستحيل التغاضي عنها. ولو استفدت من الكلام ده ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان تشجع نزل باستمرار، واشوفكم في حلقة جديدة من فورمة دهب.